بص، بس في البداية نوضح حاجة مهمة جدا. انت كنت بتلاعب فرقة سيراميكا اللي هي قبل ما المباراة تبدأ انا كنت واحد مرشح ان الفرقة ديت هتنزل هتهاجمنا كويس جدا وهتعرف تسجل فينا هدف وممكن هدفين عادي. ولما كنت بتكلم مع اصحابي كنت بقول لهم سيراميكا هتطلعنا من البطولة سكة. ده اللي انا كنت يعني بتكلم فيه، ومعظم الاهلاويه هو ده كان التفكير بتاعهم. فخلصانه، انت بتلعب فرقه كبيره، بتلعب فرقه متصدره الدوري، بتلعب فرقه هجوميا كويسه جدا، بتلعب فرقه دفاعيا فهي كويسه وافضل دفاع في الدوري يعتبر. فانت كنت داخل بتلعب فرقه جامده جدا. ملخصا، الشوط الاولاني اول 45 دقيقه انت كاهلي مع ياستروب قدمت احلى 45 دقيقه ليك من بدايه الموسم. بس شكرا، كده الموضوع انتهى. كده الموضوع انتهى، يوحي لك ان انت الشوط الاولاني ده عرفت تلعب مع فرقه بحجم فرقه سيراميكا. والشوط الثاني لولا رعونه اللعيبه بتاعتك تحديدا في اخر المباراه، رعونه اللعيبه ده رقم واحد، ورقم اتنين السذاجه بتاعت الدفاع بتاعك. فانت كنت على فكره ممكن تسجل تاني عادي خالص، والماتش كان ممكن يروح في سكه تانيه خالص. ف... فكمجمل انا مبسوط من تروب، وشايف ان في حاجات هنتكلم عليها دلوقتي على الماتش كاتبها. فشايف ان في حاجات يعني اللي هو في ملامح في حاجه، وانا سايب الراجل يجرب، سايب الراجل يجرب. وكان بالنسبه لي مهم جدا ان انا اشوف النهارده شخصيه الاهلي وانت بتلعب في اول 45 دقيقه قصاد فرقه زي سيراميكا، زي سيراميكا، وبتهاجمها وقافل عليها ومش عارفه ان هي تعمل اي حاجه. مستر علي ماهر، كابتن علي ماهر مدرب كبير ومدرب بيعرف ان هو يدير المباريات، وفرقته فرقه كويسه ومتصدره الدوري. رغم كل ده حضرتك لعبت عليهم ماتش و45 دقيقه انت زنقه. 45 دقيقه اسوأ حاجه فيها اللقطه اللي زيزو اتبطأ فيها، وان محمد هاني الرقابه بتاعته راحه في 60 داهيه فساب غلطه ساذجه ساذجه. وصل سيراميكا قصاد الجون وجابها جون. بس انما غير كده كان تروب كان عامل شوط اول تحفه، شوط اول تحفه في الضغط بتاعنا، شوط اول تحفه في الاستخلاص بتاع الكور، كنا بنسترجع الكره بسرعه جدا. تروب كان عامل في اول 45 دقيقه دول، انا لو انا في دفاع سيراميكا فانا مش عارف انا المفروض امسك مين. انا فجاه بن شرقي يمين، بعد كده الاقي زيزو يمين، بعد كده الاقي بن شرقي شمال، بعد كده الاقي تريزيجيه في الهجوم، بعد كده الاقي زيزو هو اللي في الهجوم، بعد كده الاقي جراديشار نازل وساحب قلب دفاع معاه، والاقي الناحيه الثانيه ان المكان بتاعه بقى جراديشار، بقى زيزو من ناحيه، لا بقى اللهم صل على النبي، بقى تريزيجيه شفتها في اكتر من كوره هو اللي جوه وجنبه بن شرقي، والاقي ناحيه الشمال زيزو. يعني بص، احنا لقينا كل حاجه في الماتش ده. الماتش ده كتكتيكيا انا مش تكتيكي اللي هو 100%، انا ده اللي انا شفته، فده اللي انا بقوله مشجع عادي خالص زي ما متعودين على كل حاجه هنا بنقولها، اللي هو من واحد لسه متفرج على الماتش فطلع اتكلم مع اخواته بس لا اكتر ولا اقل. فالفكره ان الماتش ده كتكتيك وكده انا متاكد ان الواحد يقدر يطلع منه حاجات كتير، ومتاكد ان الشوط الاولاني ده كان في شغل كتير جدا تكتيكيا. وبسبب الفرصه اللي هي بتاعت اللهم صل على النبي بتاعت مروان عثمان، اللي هو لاعب سيراميكا، هو القفله كلها كانت عنده والغمزه كانت حلوه. نبدا كده اول 10 دقايق انا كاتبهم، اول هجمه كانت عرضيه من تريزيجيه، اللي هي العرضيه اللي اتلعبت كده ومفيش حد من عندنا ولا كان بن شرقي ولا جراديشار دخل حط رجله. بس شكلنا في الاول كان في حماس، شكلنا كان في حاجه متغيره، شكلنا كان في حاجه بتتقدم. المهم ان احنا كاتب ان احنا ماسكين الماتش حلو. وبعد كده تريزيجيه شاط كره تحفه اللي هي كانت من ناحيه الشمال، راح صاددها مين؟ بسام. بعد كده زيزو رفع 6 ركنيات، مفيش غير ركنيه واحده بس هي اللي شفتها حلوه، الباقي كله كان وحش جدا وكنت مستغرب ده جدا. بعد كده الدقيقه 20 لعبنا احنا اول 10 دقايق كان شكلنا فيهم حلو، بعد كده احنا هدينا شويه وده طبيعي، طبيعي ان انت بتلعب في اول 10 دقايق كويس. بعد كده سيراميكا بدا ان هو يمسك الكوره، انت مفيش فرقه بتهاجم طول ال 90 دقيقه. المهم ان بعد كده اللهم صل على النبي عرضيه زيزو هي دي اللي انا كنت مستنيها، عرضيه زيزو ودخل تريزيجيه شاطها بدماغه زي بالظبط الجون تقريبا اللي جابه في بوركينا فاسو تقريبا برده كانت عرضيه زيزو، اللي هي كده كده على طول تريزيجيه بيدخل كويس جدا بيقطع بدماغه. فعجبتني جدا يعني. فالمهم سجلنا الهدف الاول، وانا كاتب اقول الاهلي جامد في الدقيقه 25، جامد وخطير، جامد وفي شكل، في شخصيه بتلعب، في روح بتلعب. فدي كانت حاجه انا مفتقدها جدا. المهم بعد نص ساعه احنا بقى هدينا خالص، وسيراميكا بدا ان هو يمسك كوره. بعد كده جينا في الدقيقه 36 جراديشار ادى كوره اللي هي كانت مرفوعه عرضيه من تريزيجيه تقريبا، جراديشار استلمها راح مهيئها لبن شرقي، بن شرقي شاطها بشمال وحشه جدا وحشه جدا. بس بن شرقي كتوتال ماتش كان تحفه، اللعيبه كلها كانت كتوتال ماتش في الشوط الاولاني كانوا ممتازين جدا. كان عاجبني، هو انا كاتب ان عاجبني جدا المركز اللي هو الهجوم بتاعنا، ان اللعيبه كلها متحرره، كله بيلعب كله بيجري، مفيش حد واقف مفيش حد ثابت، اللعيبه كلها عايز تعمل كل حاجه. دي كانت حاجه ممتازه، حاجه احنا مفتقدينها بقالنا كتير جدا. المهم
راح جاي التعادل لسيراميكا. والله يا جماعه انا كنت قاعد عملت بس كده، كنت بعمل حاجه بعمل كده لقيت فيه هدف دخل، فما فهمتش. فشفته بقى في التغطيه، يعني زيزو هو الموضوع كان بادئ من عنده، الباطئ، الكره اتقطعت، هوبا راحت، محمد هاني ولا هو هنا، انفراد خرج الشناوي مش فارق ايده مش عامل اي حاجه، راح مروان عثمان راح مسجل ايه اللمسه اللي هو عملها. هو كان اخطر لاعب في سيراميكا في الجزء الهجومي ده. والفكره بقى ان انا يعني كنت شايف ان احنا ضاغطين وكل حاجه، بس انت برضه عندك مشاكل ان انت في اي لحظه ممكن تخش في الجون. الموضوع ده سيء جدا، الموضوع ده اسوأ ما يكون. المهم كان في هدف تاني لسيراميكا، فرصه هدف تاني لسيراميكا بس حسب التسلل، الكره اللي هي اتلعبت بالعرض والجون كان فاضي عندنا، واستلمها لاعب سيراميكا وبعد كده لعبها لفخري لقاي، فخري لقاي شاطها، وكان كل ده جوه منطقه 18 بتاعتنا. فالموضوع ده كان اوفر جدا. الشوط الاول خلص 1-1. الشوط الثاني بقى بدأ مسافه ما بدأ على طول ما كانش في اي حاجه غير الكوره اللي هي بتاعتنا، مروان بيدي حته من بتاعه المنتخب اللي بيلعبها لبن شرقي اللي بيهيئها لجرودشار، لمسها دخل الجون. بس خلاص هي دي اللي انا عايزها، هي دي اللي انا نفسي ان هي تحصل، ان هو جون. خلاص شكرا احنا جبنا جون. الماتش بقى ايه بقى هادي جدا هادي جدا هادي جدا. وبعد كده جراديشار اتصاب ولقيت طاهر نازل وارجع واقول تاني يا جماعه، انا وكل الناس اللي هي بتتفرج، انتوا يا جماعه شفتوا طاهر محمد طاهر كتير، بقاله معانا 5 سنين، فخلاص احنا حفظنا طاهر محمد طاهر عامل ازاي. لو انا حطيت نفسي مكان تروب، فهو لما جه هو عايز يحكم على كل اللعيبه، فهو عايز يشوفهم في ماتش واتنين وفي ظروف كتير جدا. فاحنا حكمنا اللي هو انت طاهر محمد طاهر ما بتعرفش تلعب كوره اصلا، فالراجل نزله تاني النهارده علشان برضه يديله فرصه النهارده. وكده كده اتاكد ان طاهر محمد طاهر مش هيقنعه لان هو ما بيعرفش يلعب كوره، فهو مش هيقنعه. فان شاء الله تروب بيكون خروج طاهر محمد طاهر على ايده في يناير باذن الله. فالمهم ان بعد كده دفاعنا ايه، انا كاتب كارثي كارثي. مروان عثمان عمل تمريره، الكره ديت انا فاكرها كويس جدا، مروان عثمان عمل التمريره، مروان عطيه واقف قصاده، الكره راحت لفخري لقاي، مروان عطيه بيبص كده لقى الكره مع فخري لقاي انفراد، مع انه لو كان تاكلينج عليها كان قطع الكره ديت او كان صاحي ما كانتش الكره راحت لفخري لقاي. المهم خرج الشناوي وراح صاد الكره الحمد لله ونقصك حرفيا. بعد كده بقى تبديلات مرعبه كاتب تدفع ثمنها بجد لو حصل اي حاجه، وهي ان زيزو خرج ونزل بالرمضان. دي عادي، دي تعدي ما عنديش فيها مشكله. بن شرقي خرج ونزل بيكهام وبقينا بندافع ب5 مدافعين. فاللي انا قريته كده ان تروب عايز خلاص، قال لك ان في الدقيقه 75 ديت خلاص سيراميكا هتبتدي ان هي تهاجمك وانت دفاعيا مش افضل حاجه، فراح منزل مدافع بيكهام لعب على اليمين وعلى الشمال كان ياسين مرعي وفي النص كان ياسر ابراهيم، وراح سايب تريزيجيه وطاهر جوه، هما الاثنين الوحيدين اللي جوه علشان المرتدات، ان تريزيجيه سريع وطاهر المفروض ان هو سريع فيعتمد على كده. فدي انت كنت ممكن تدفع ثمنها كويس جدا، خصوصا بقى لو انت كنت لا قدر الله دخل فيك الهدف الثاني ورحت ضربات جزاء، انت خرجت الفرقه كلها اللي بتشوط، انت حرفيا خرجت الفرقه كلها ساعتها. انت كنت هتبقى خرجت زيزو وخرجت بن شرقي، فانت اصلا مش هيبقى عندك لعيبه اللي هي بتشوط ضربات جزاء. بس الحمد لله ما وصلناش للمرحله ديت. بعد كده بقى تيجي ايه، تيجي في عجبتني حاجه تريزيجيه عملها في الماتش ده. تريزيجيه احنا عارفين ان هو مش مهاري وما عرفش يعدي 1 على 1، بس انا قريت ان تريزيجيه النهارده حاول في كذا مره ان هو يعدي 1 على 1 وعدى منها مرتين. فان انت تكون ابتديت ان هو تحاول من غير انانيه، دي حاجه مرضيه، دي حاجه بالنسبه لي اوكي، انا يا عم انا مرضي اعمل كده فاوكي. بعد كده بالرمضان نزل، ومن اول ما بالرمضان نزل انا شفت ان انا مبسوط. انا بن رمضان كل ما كانت الكره بتيجي كنت بشوفه ان هو اهدى واحد في الجزء الهجومي ده. نزل عندنا طاهر ونزل عندنا احمد عبد القادر بعد بن رمضان ديت، بس انا شفت ان بن رمضان هادي راكز. اللعيبه اللي زي بن رمضان وزي امام بيعملوا الحاجه الغير متوقعه، فبن رمضان كنت انت قاعد فالكره بتجيله انت ما تعرفش هو هيعمل ايه، فدي كانت حاجه ممتازه جدا في بن رمضان. فالمهم ان احنا الدقيقه كانت 96 ورايحين 3-2 عبد القادر وطاهر ومروان، وبنضيعها بمنتهى الاستهتار في الدنيا. بعدين على طول انفراد طاهر لعبها لعبد القادر ضيعها بمنتهى الاستهتار في الدنيا. فطاهر ضيع كوره عبد القادر ضيع كوره. كل اللي كان في دماغي ان انا قاعد بتفرج على ماتشين، ماتش اللي هو بتاع قضيه عبد المنعم في الوداد في اخر 10 دقايق رحنا بتاع 10 انفرادات وضيعناهم كلهم، محمد شريف بقى على قفشه على مش فاكر كان تقريبا طاهر على بيرستاو تقريبا، رحنا بكور كتير جدا وفضلنا نضيعها. كنت خايف جدا ان احنا نندم على الكور دي. والماتش الثاني بتاع بورتو رحنا ب 55 كوره وكلهم كنا بنضيعهم، عمر كمال بقى على جراديشار على بن شرقي على زيزو باين، الفرقه كلها راحت بكور وكنا بنضيعهم. في ماتش النهارده ده بيثبت لك ان اخر ربع ساعه دي اللعيبه اللي موجوده في اخر ربع ساعه دي، اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق اللعيبه دي ما تستحقش. اللعيبه دي انتوا مش عارفين يا جدعان انتوا ايه اللي انتوا عايزينه عشان تسجلوا، ايه اللي انتوا عايزينه، انتوا رايحين انفرادات.
يعني انت كطاهر محمد طاهر وكاحمد عبد القادر انتوا رايحين انفرادات، انتوا عايزين ايه؟ بجد والله انتوا عايزين ايه؟ يا جدعان الموضوع مستفز جدا، انتوا لعيبه مش عارفه ان هي تشوط والجون لوحدك قصاد الجون. انا بقى المفروض ازاي اعتمد عليك في مطوشه تانية؟ فالمهم ان ايه، ان الماتش خلص تمام. اهلي كسب الحمد لله. اتمنى انا بسجل وماتش الزمالك بدأ بقاله 5 دقايق، هخرج دلوقتي اتفرج على ماتش الزمالك. انا اتمنى الزمالك هو اللي يكسب، انا عايز العب مع الزمالك لان انا متاكد الماتش هيطلع احسن، وعندي بنسبه كبيره قوي جوايا ان احنا لو لعبنا الزمالك هنكسبه، يعني ده اللي جوايا. انما لو لعبنا بيراميدز ان شاء الله هنكسبه. هنقفل بقى ده، نرفع الجزئيه ديت ونخرج نتفرج ان شاء الله على ماتش الزمالك وبيراميدز. السلام عليكم.